انتوا عارفين ان اختلاف الديانة عمل أزمة كبيرة جدا لعبد السلام النابلسي ووصلت للمحاكم؟ البنت دي اسمها جورجيت سيبات، ولكن الحب ده كان بيواجه أزمة كبيرة جدا، ورغم فارق السن الكبير اللي بينهم، لأن عبد السلام النابلسي في الوقت ده كان عدى ال60، لكن السن ما كانش عقبة قدام حبهم. العقبة الكبيرة هي إنها كانت مسيحية الديانة وهو مسلم، فبتعترض أسرتها على الجواز، فبيخطفها عبد السلام النابلسي وبيروح بيها مدينة تانية داخل لبنان وبيتجوزها، وبيحس بتأنيب الضمير إنه عمل كده من ورا أهلها، فبيقرر إنه يطمنهم. وبعد ما عرفت أسرتها بيتفاجئ عبد السلام النابلسي بإخوات جورجيت ال6 مع 12 شخص تانيين بيروحوا له عند بيت صاحبه في المون وهبة اللي اتجوزها في بيته، فبيوريهم عبد السلام النابلسي عقد الجواز، وبعد نقاش لساعات طويلة بيقولوا له احنا هناخد العقد ده علشان نتأكد منه، وهناخد جورجيت، وبعد كده لما نتأكد هنرجعها لك. لكن اللي حصل انهم رفضوا انها ترجع له، ووصل الموضوع للمحكمة وفسخوا عقد الجواز وخلوا باتفاقهم مع النابلسي. فبيقرر النابلسي انه يخطفها للمرة التانية، بس المرة دي راح لمدينة بعيدة، وبعد مشاحنات كتيرة جدا بينهم عيلة جورجيت بترضى بالأمر الواقع، وفضلت جورجيت مع النابلسي لحد وفاته عام 1968.